معاكم ان الاب والام خبرتهم اكبر من الاطفال، صح؟ معاكم ان الاب والام ممكن يكون شايفين حاجه لاولادهم مش شايفينها، برضو صح. بس اللي مش معاكم فيه ان انتوا عايزين كل حاجه تجيلهم من غير ما يجربوا، من غير ما يحسوا ان فعلا ده كان صح او فعلا ده غلط. ارخم حاجه ان احنا مش عايزينهم يجربوا. لا لا لا، انا خايفه ابني يتصدم او بنتي تتضايق. انا دايما عايزه لهم الصح والافضل ليهم. انا مش عايزه بنتي تمر بتجربه صعبه، انا مش عايز ابني يحبط، انا مش عايزهم يحصل لهم اي حاجه تضايقهم. انا هبقى متضايق، فعشان كده لازم يسمعوا كلامي. لازم مهما كان عمر طفلك ايه، ممكن يبقى ابنك كبير وبرضه عايزه يسمع كلامك عشان بحجه ان احنا اكبر منهم، احنا اللي فاهمين اكتر منهم، مع ان ده مش صح. احنا كلنا بني ادمين، كل واحد ليه منظور. امال المفروض الاب والام يعملوا ايه؟ حاجه واحده بس، انصحهم. التربيه ان انا انصحهم. غلط ان انا اقول لهم اعمل، غلط انك تؤمر. انصحهم، قول لهم ده غلط، انا شايف من وجهة نظري ان ده مش هينفع. لو هو عندك جرب 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 ولقى ان هو كان غلط، مش هيكرر الغلط ده تاني. نجح وعرف ان هو ده صح، يبقى هو فعلا كان صح من الاول. هيصحح لك ساعتها وجهة نظرك في ده. احنا مش هنبقى قاعدين حارسينهم ولا محوطينهم 24 ساعة. جربوا وعيشوا وشوفوا، ودايما خليكم مع اولادكم في الصح او في الغلط. يعني ايه في الصح ولا الغلط؟ انا دلوقتي نصحت ابني او بنتي تعمليش ده، بلاش ده، انا شايفه ان اختيارك في ده كان غلط. اختارت الاختيار، قال لي لا يا ماما انا هختار ده، هجرب. قلت لها اوكي يلا جربي، وفشلت. ما اروحش انا بعديها اقول لها احسن، ما انا قلت لك. لا، ما قلتلهاش، انا معاها برضه، انا معاها وادعمها واقويها ان هي تطلع من الغلط والتجربه الفاشله اللي كانت فيها. ده صح، دي هي التربيه. لو كان طفلنا حتى صغير ورايح يعني بص يمسك فيشه الكهرباء، انا متاكد مليون في الميه دي ما فيهاش بقى صح وغلط، دي فيها خطر، فيها خطر دلوقتي، لازم حاجه هتحصل، كارثه هتحصل. وشايف ابني هيروح يعمل ده، انا هروح احط ده، انا هروح امسك الكهرباء مثلا. تعالوا نشوف الموقفين اللي انا هقول لكم عليهم دول. الموقف الاولاني، انت رحت زعقت له وده غلط وما ينفعش وانت مجنون وانت مش عارف ايه، ابعد عن ده وما اشوفكش واقف هنا تاني. في الموقف ده ابنك هيتصرف ازاي بعد كده؟ هيحاول يشوف اي طريقه انت ملهي فيها ويروح حاطط ايده في الفيشه. انا عايزه اجرب، هتكهرب. يعني ايه هتكهرب؟ انا هروح اتكهرب. اقولوش اوعى تحط، لا دي كهرب، حطيت ايدك هنا هتتكهرب، ولو اتكهربت لا قدر الله ممكن يحصل حاجات وحشه جدا. واسكت، شوف رد فعله هو ايه. شوف هيحط ايده، استحاله. زي ما عايز يمسك النار او يفتح البوتاجاز او يلعب في النار، هتتلسع. انت هتتلسع لو حطيت ايدك هنا. يلا شوفوا هيعمل ايه. عمره ما هيحط ايده. الامر دايما يعني يقابله اعتراض. لو انت امرت عيالك هتلاقيهم بيعترضوا دايما من جهة الاعتراض، لكن حط له دايما الاختيارات. اختار وهو اللي يختار، هتلاقيه دايما بيختار الاختيار اللي انت كنت عايزه يوصل له اصلا. دايما حطوا نفسكم مكان اولادكم، او افتكروا موقف زمان، لما كان ابهاتكم برضو امهاتكم بيقولوا اعمل وسوي وشوف، كنتوا دايما تسمعوا الكلام؟ اكيد لا، اكيد كنتوا من وراهم بتعملوا اللي انتوا عايزينه. فبلاش تجبروا ولادكم ان هم يعاندوا معاكم وتقولوا ابني عنيد وما بيسمعش الكلام، ولا دايما تقيسوا سمعان الكلام بالتربيه.